قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعاء إخوانكم. نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما كان مستواك في اللغة الإنجليزية كويس، لو مسكت روشتة كتبها دكتور مش هتفهم أي حاجة. الكلام اللي في ورقة هتحس إن هو ولا هو إنجليزي ولا هو كلام أصلا. هتلاقيه بعقلك يا جدع. والله من زمان وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. خطيوني. والفيديو ده من قناة سؤال في السريع، هنجاوب في السريع على ليه الدكاترة خطهم مش مفهوم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش لايكك الجميل والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس. مبدئيا كده الدكاترة ما بيتولدوش خطهم وحش، بل ان معظمهم بيكون خطه جميل ومفهوم. وكل الحكاية في الموضوع خط هو ان دكتور بيكون مستعجل فبيكتب بسرعة. الدكتور بيبقى مطلوب منه يكتب عدد كبير من الروشتات في اليوم، وغير التقارير الطبية. ده غير ان عنده اوراق ادارية في المستشفى، وكل ده بجانب الوظيفة الاساسية اصلا اللي هي الكشف عن المرضى. وفكرة ان دكتور بقاله سنين كتيرة يكتب بخط حلو حلو وبالراحة، دي فكرة مستبعدة تماما. وعشان كده الاطباء بيفحصوا اكبر عدد من الحالات. لجأ الاطباء الى ان الكتابة السريعة والاختصارات في اسماء الادوية، وخصوصا لو الدواء ده مشهور في كذا صيدلية، كلهم بيعتبروا الخط اللي مش مفهوم لغة مشتركة بين الصيدلي والدكتور. وفي النهاية في ناس مش فاهمة خط الأطباء. في عدة دول طبق نظام إلكتروني اللي هو كتابة الروشتة على الكمبيوتر، يطبعها تجنبا للأخطاء وزيادة أمان للمريض. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال ليه الأطباء أو الدكاترة خطهم وحش. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.